ازيكم عاملين ايه؟ انا لولا عامر. لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك للقناه بتاعتي على اليوتيوب. وصفه النهارده عامله لكم الفراخ المشويه على الفحم بتتبيله جميله قوي ودايبه وطعمها حلو خالص، وتجديد كده بقى من ان احنا نعمل فراخ بقى في الفرن كل شويه. لا، جددي كده وحسسي البيت والولاد ان انتي ممكن تعملي اكل احلى من بتاع بره. هنا انا جبت طبق حطيت فيه معلقه كبيره ملح، بودره ثوم، بودره بصل، وبابريكا مدخنه، وبهارات فراخ، وعصير ليمونتين او 3 على حسب حجم الفراخ. وهنا معلقتين من الصلصه وحبه من الزيت. هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. ومعلقتين من الخل. هقلب بقى التتبيله بتاعتي دي كلها كده مع بعض. الفراخ المشوية ما بحبش ابشر لها بصل او طماطم علشان ما يتحرقش مني اثناء الشوي. هنا بقى التركية دي اختياري، بس انا بحبها قوي مع الفراخ. معلقة عسل اسود او معلقة عسل نحل اللي موجود، علشان تخلي اللحمة بقى او الفراخ تكون دايبة كده وطعمها يعني مظبوط قوي في السوا. جبت الفرخة بتاعتي، طبعا انا غسلتها كويس جدا، وهقصها من الظهر، مش هقصها من عند الصدر، لا هقصها من الظهر علشان اضمن ان الاوراق تستوي كويس، لان دايما الاوراق هي اللي بيبقى فيها المشكله اثناء الشوي. وهكسر كده المفاصل بتاعه الفراخ اللي هي من ناحيه الدبوس كده، واكسر من هنا من الناحيه دي. الحتة دي هي اللي بيكون فيها الدم، فاثناء الشوي بكون انا فتحتها على اساس انها تستوي. هنا بقى هشرح الصدر بتاعي من جوه، يعني هشيل الجلد واشرح الصدر. وعملت الفتحات كده زي ما انتوا شايفين في الورك برضو عشان التتبيلة تدخله. واجيب بقى التتبيلة بتاعتي، اروح بقى ايه حاطه في الفتحات اللي انا عملتها في الصدر كده، واحط برضو في الورك، اضمن ان ايه كل الفتحات اللي انا عاملاها دي دخلت فيها التتبيله. وبرضو من تحت الجلد من عند الورك نفس القصه. وهنزل بقى بقيه التتبيله، هروح مسحه بيها الجلد طبعا، ومن جوه نفس القصه بقى. طبعا انا بقى في البيت بحب استعمل ايدي، فاكيد اي ست يعني مش هنلبس جوانتيات وكده، فعادي يعني. هحط بقى الفرخة بتاعتي، ممكن ابيتها ليلة في التلاجة او اقل حاجة ساعتين. هنا بقى انا بعد ما بيتها ليلة في التلاجة هجيب بقى الشبكة بتاعت الشوي بتاعتي. انا حابة اعمل معاكم الطريقة بالتفصيل. يعني ممكن يكون في حد لسه ما شواش او خايف من فكرة ان يشوي على الفحم او كده، ان الحاجة ممكن تتحرق منه. فلا، انا هوريكم التركات اللي هي المفروض ان احنا نعملها عشان نبقى ضامنين يعني ان الحاجة بتاعتي ايه ما تتحرقش. هحاول اضم كده الفرخة على بعضها، والرقبة بتاعت الفرخة بقى هحاول ادخلها تحت الجلد كده وايه علشان ما تتحرقش. واروح بقى ايه قافله جامد الشبكه بتاعتي. لو في طبعا لسه من التتبيله كملي دهان مطرح ما انا عشان مسكت الفراخ بايدي، فحسيت ان ايه التتبيله اختفت شويه فمسحتها. دي بقى التركية اللي بيعملوها المحلات، اللي بتخلي بقى ريحه الشوي ايه تخلينا عايزين نشتري غصب عننا. دي قطعه من اللي هي ضاني، حطيتها كده مع الفراخ زي ما انتوا شايفين من تحت الورك كده. وهنا انا ولعت الفحم بتاعي. وهنا بقى التركية بقى ان انا بحط في الحاجة اللي انا حشوي فيها طبقة من الرمل، وهوزع الفحم قطع صغيرة دي، هوزعها بطريقة متساوية كده وما تبقاش عالية قوي. وهنزل بالفحم بقى اللي انا ولعته كده ووزعته بالتساوي كده، واقعد اهوي لغاية لما ايه اولع الفحم التاني. يعني انا كده ايه ماشية معاكم بالتفصيل.
هنا بقى رميت برضو حتة صغيرة من اللية. بصوا بقى الدخان اهو، دي الريحة اللي بتخلينا عايزين نشتري المشويات من بره. احنا بقى هنعملها في البيت. اروح بقى حاطة الفراخ بتاعتي، وكل بالظبط 5 دقايق هقلبها قلبة لغاية لما يعني ابقى اطمن ان خلاص الفرخة مش هتتحرق مني، وفي نفس الوقت هي بتستوي عشان ما تبقى يعني ما تبقاش ناشفة قوي وتبقى جوسي. فانا كده اروح كشفة بالسكينة. بصوا مادام الورك ما نزلش دم يبقى هو كده خلاص الفراخ بتاعتي استوت. وزي ما انتوا شايفين بقى حاجة يعني ما تقلقوش من الشوي حلو قوي وممتع جدا. جربوها وقولوا لي رأيكم ايه. تغيير تجديد. هنعمل حاجة بنشمها برا ونفسنا نجيبها وبقت غالية، هتقدري تعمليها في البيت من غير اي تعب. كان معاكم لولا عامر.